خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أوروبا فريق شختار دونيتسك يواجه فريق ريال مدريد، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق شاختار دونيتسك في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة 4-5-1 الهجومية في هذه المباراة. كروس يحاول أن يكون أكثر قوة هجومية. لوكا مودريتش تصدي ولا أروع في هذه اللقطة، مجهود كبير في الارتماء. كرة زاوية إلى العمق، يا رب هدف للريال. نشوف إعادة لكرة الهدف، ركنية ملعوبة بشكل رائع ورأسية رائعة، لم تترك لحارس المرمى أي فرصة للتصدي. ريال مدريد يتقدم في المباراة. دافيد نيريس يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. ستيبانينكو، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، محاولة والتمريرة وفرصة هدف في هذه اللحظات. اليوم مباراة تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الضيف، خاصة بعد ضمان صدارة لهذه المجموعة. مندي يتواجد في المكان المناسب، لديه فرصة لإرسال كرة عرضية، ما زال يبحث عن الفرصة. فشل الفريق في تحضير اللعب. تراوري، كرة للتسديد الآن. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. حكم يعود لاحتساب هذا الخطأ بعد ما ترك الفرصة للاستفادة من الكرة. هنالك من سجل في هذه اللحظات في مباراة انتر ميلان. الهدف الأول لصالح الانتر. النتيجة الآن تعادل إيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعد مرور 18 دقيقة لعب. إذا عودة لأحداث هذه المباراة مشاهدينا. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد مع تواجد كريم بنزيما. نتوقع الكثير في هذه المباراة، لا أحد قادر على إيقافه حتى الآن. مرشح فوق العادة لكي يضيف هدف جديد إلى سجله اللي يتوقع أن يحقق من خلاله رقم قياسي مع نهاية البطولة.
الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص فرصة خطيرة الآن. يضرب الآن. أوه، الحارس كان في الموعد. إسماعيلي، بيدرينيو، تراوري، ستيبارينكو، استخلاص رأى الكرة وإيقاف الهجمة. تمريرة من لوكا لكن مقطوعة. يا سلام على اللوب. ماذا سيفعل الآن؟ عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية. الله على التصدي من كورتوا. بنزيما وتمريرة لكن بتتخلص. الله على المدرج، انظر إلى التشتيت، البحث الآن عن الدعم حتى يعود الفريق. كرة رأسية كادت أن تحرك الشباك لولا تدخل الحارس. دوري أبطال أوروبا اليوم الأخير في دوري المجموعات، وبعدها توقف طويل قبل رودريجو. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة لا تمر من توني كروز. الكرة لا تمر إلى بنزيما. الاستحواذ اليوم في مصلحة الفريق المستضيف، لكن بدون خلق فرص، بدون تسجيل، بدون عودة في المباراة. هذا الاستحواذ السلبي الواضح. المدرب لازم يتدخل، لازم يغير أسلوبه، لازم يكون أكثر جرأة في كرة هدف الآن. أكيد الفكرة لم تكن بهذا الشكل، النية كانت ركن الكرة في الزاوية لكن راحت بعيدة وبالتالي ضاعت الفرصة. الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. بنزيما يحافظ على كرته. يا الله، كرة بتكسر العارضة. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. أداء ممتاز اليوم، كان واضح تأثيره في خط الهجوم، وجوده صنع الفارق للفريق. سجل هدف في مباراة اليوم كانت واضحة خطورته على المرمى في أكثر من مناسبة. قدم مباراة رائعة. لوكا مودريتش، يا رباب، هدف للريال. شوط ثاني ينطلق الآن ونلعب في بطولة دوري الأبطال ضمن مرحلة المجموعات. دافيد نيريس وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. يتدخل توني كروز ويقطع الطريق. دافيد نيريس في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. إمكانية الكرة العرضية. تماس الآن.
صراع قوي لافتكاك الكرة. ركلة جزاء تحتسب في هذه اللحظات، فرصة متاحة لتقليص النتيجة وإشعال المباراة من جديد. أوهو، ركلة جزاء لكن لم يشير إلى أي كرت في اللقطة الماضية. ركلة لتقليص الفارق هنا، وهدف من ضربة جزاء. لنشاهد معا كيفية تنفيذ ضربة الجزاء. ركلات الجزاء تحتاج إلى تركيز وأعصاب قوية للتسجيل. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. لوكا مودريتش، رودريغو، رأيه صفارة وتسلل. ماتفينكو، كرة تصل إلى بيدرينيو. نيريز، كرة ثنائية سلم واستلم. يا سلام، حلوة البينية. كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى. الإحصائيات تعطيك بأن ريال مدريد كان الطرف الأقل سيطرة في المباراة. هذا لا يهم بالتأكيد طالما أن فرصة أمام رودريغو. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. غريبة اللقطة، كرة من زاوية صعبة، كرة مستحيلة مع ذلك سددها. فرصة بتضيع، ما أعرف شو اللي كان يفكر فيه أساسا. إذا كان يفكر قد تأتي الحلول من دكة البدلاء، الأوراق الرابحة، المدرب يدخل لاعب بديل على أمل العودة في المباراة. دافيد نيريس، وتصويبة خطيرة. الله على التصدي من كورتوا. اوهو، التدخل يستحق بطاقة حمراء في رأيي. في ظل ظروف الفريق الحالية والطرد والنقص العددي، أعتقد أصبح من الصعب جدا العودة في النتيجة. نعم، عليهم بأن لا يستسلموا، أن يواصلوا المحاولة، لكن الواقع يشير إلى أن الوضع أصبح في غاية التعقيد. يسير بالكرة باتجاه المرمى، عرضية لمنطقة العمليات. ابعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. قد تكون هذه الفرصة. كرة التعادل. هدف التعادل يأتي، احتفالات كبيرة. هدف التعادل في ظل النقص العددي. أي قوة، أي رغبة، أي إرادة، أي مشهد يعيدهم رغم الظروف والصعوبات. المدرب في وضع مقلق بالنسبة له بعد تلقي فريقه هدف التعادل. الأمور صارت صعبة بالنسبة له. كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. يتقدم للأمام، ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. الربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. نيريز، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. ستيبارينكو، والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. أصوات الجماهير ترتفع الآن. اسمع الصوت، اسمع الصوت مع الضربة الركنية الأولى لهذا الفريق، واللي تعتبر فرصة لابد من استغلالها في هذه المباريات. هجوم منظم من ريال مدريد في الدقائق الأخيرة ومحاولة الفوز في المباراة.
تصدي ممتاز في وقت أخير من عمر المباراة، كرة كادت بأن تكون قاتلة. بيلعب للكرة الوسط 18، رأسية راحت بعيدة، محذور اللاعب. أكيد ليس من السهل بأنك ترسل كرة رأسية باتجاه المرمى تحت كل هذه الضغوطات. ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. فرصة خطيرة في هذه اللحظات، تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. يبدو بأن لدينا الآن هدف في مباراة الإنتر. نعم، هدف ثالث لمصلحة الإنتر. سجل هذا الهدف اللاعب تشالهان أوغلو. الهدف جاء من رأسية كانت مهارية ذهبت مباشرة للشباك لتصبح بذلك النتيجة. كرة رأسية كانت في الطريق، لكن حارس المرمى يبعد هذه الكرة، يوقف طريق الكرة. تسديدة لا تمر. نقل الكرة بشكل مستمر للأمام، لمسات تمريرات، محاولة الأخيرة للحصول على التقدم. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل، سجلوا رغم النقص العددي، خطفوا التقدم في اللحظات الأخيرة. يا لها من لحظات، يا له من هدف، يا له من إصرار. أي أجواء، أي كرة قدم، أي متعة، أي إثارة. الحكم يعلن نهاية اللقاء ب3 أهداف مقابل هدفين.